يعني روجي كي قال لك يجبو ما جرينجيا شيا جرينجيا أم تكوشين لبرامبري أو شدتها لسهر جنيه تكرر جبو يجي يعني تلاكي قال لك ما تكرر زميجن يعني سلسلة كي خارو خباطي هبو ريزا تلاكي هبو جبو أبروج يعني دسبه باشكي قال لك وقبل بازل وتبايجن قال لك كامل ببن جبو يجي وقت إيرو أب كوم جبين أب بيجن ورشة العمل يعني قال لك جن قال لك سازيبة قال لك منظمات ما هاتنا كابليبونا قال لك خوشة أما دامي ما نقاشي كيكر قال لك أو نقاش بفراهي بكراهي بمزناهي سكناندنك سرواري كرم يعني هما أم نقاش بكن وأم درباس بكن أم نكرن حل كدين جبوا يجي يعني ريب الأبو دامي قابل كتيشة دابيجي بالي قاري ديروكي مجتمع طبيعة شابو وجواب خوزاي أم دريجر جن شوابو جن ده يعني ديمقراطيك هبو وكهبي هبو خوزاي طبيعي بو اما دمج فكرة ذكوري هات دولتنا تهو هات جن شبو جن نما كوبان وأصبحت محطة أنظار الرأي العام العالمي ولا ننسى قوات الأسايش المرأة والأمن الداخلي اللواتي كنا ضمان حماية المدن والأرياف وهن من الأعمدة الأساسية بتشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية. وبهدف تعزيز الأمن الداخلي تم تأسيس قوات حماية جوهرية بالإضافة إلى ترسيخ قانون أداء الواجب الدفاع الذاتي. الآن اجتمعنا من أجل أن نعمل معا ونضع الحلول كي نقاوم ونناهض ضد العنف على المرأة. لقد خطونا خطوات كبيرة ولكن ما زال بعض النساء والكثير من النساء تعاني من العنف. القائد في سجن إبرام يجب أن يكون هدفنا هو حرية القائد لأنه فتح لنا آفاق الحرية كنساء، ومن أبرز أهدافنا وأهم أهدافنا والهدف الأول أن نحصل على حرية القائد من سجن إبرام. طبعا نحن اليوم مضمون محورنا يتضمن عدة محاور، وهي ما هو قامت عليه سارة، ما هي الأساسيات التي سوف تقوم سارة بمقدمة الاستشارات القانونية للمرأة، ما تقدمه من الدعم النفسي. طبعا احنا اليوم كون حملتنا سايرة من هون ل 25/11 من محافظة العنف ضد المرأة، واللي هي من ضمنها المرأة، تأكيد على دور المرأة في المجتمع لمناهضة العنف وكل ما يشمل ويقتطر في حق المرأة. طبعا اليوم المحور راح يكون عدة حلول مقترحات، وهي من ضمنها قانون الأسرة الذي سوف يتكلم عن، طبعا أكيد احنا قانون الأسرة اللي صدر كان من أساسياته هو بناء المجتمع على الأسرة، وهو يشتمل 40 بند. 40 بند هي التي تكمل المرأة، حق المرأة والطفل والرجل، وهو من المساواة بين الرجل والمرأة وجميع حقوق المرأة المنالة. لكن يمكن شوي في مثل عم نلاحظ يمكن شوي في تقصير بهذا القانون، لكن نرجع ونلح على التأكيد بتطبيق هذا القانون كي تنال المرأة كامل حقوقها وكامل الأمور التي اليوم يمكن نطرق باب اللي يصير عم الضحايا أو الاغتيالات بحق المرأة اللي ما عم تاخذ حقها أو كامل حق في كامل الحقوق أو كامل الأمور التي تخص بقضايا الشرف أو اغتصاب أو التحرش. الإحصاء طبعا أكيد في اختلاف بين إحصاء 23 وسنة 24. كان عندنا في 23 كان عندنا حالات القتل 25، نحن اليوم ب 2024 كان عندنا 10 حالات. الانتحار كانت تقريبا السنة الماضية 43 عفوا 30، يمكن السنة عندنا 43 انتحار أكثر. محاولة الانتحار كانت ما بين 23 أو 30 حالة انتحار. طبعا أنا ما فيني أقول لك هذا الرقم المحدد اللي احنا حصلنا عليه، لأنه في كثير قضايا أو خفايا تختفي ما بين المجتمعات، يمكن ما نقدر نتوصل لعدد النساء اللي بدنا إياه، بس لكن سارة عملت على هذه الإحصائيات كشمال شرق سوريا. طبعا احنا إحصائياتنا هي كاملة على مستوى شمال شرق سوريا تشملها، لكن يمكن يعني الإحصائيات الأكيدة والواثقة أكيد راح تكون نهاية الشهر 12، لأنه في جدول ثاني راح يضم الإحصائيات الكاملة، ونحن نعطي الإحصائيات
الاتفاقيات الكاملة وبشكل كامل 2024.